فمن رأى حال الشباب والرجال اليوم مع الحياء يجد العجب والله. انظر إلى تلك البناطيل الممزقة التي نزع منها الحياء، انظر إلى ذلك الشرط القصير الذي نزع منه الحياء، انظر إلى تلك الرقاب التي امتلأت بالسلاسل، انظر إلى تلك الأيادي التي امتلأت بالأساور. ثم ثم من زمن بكينا فيه على تبرج النساء وإذا بالرجال قد تبرجوا. فلو قلبت أصابعك في مواقع التواصل الاجتماعي أو مشيت في بعض الطرقات والأسواق والمنتزهات والحدائق وخاصة في الأعياد والمناسبات ستجد أصنافا كثيرة من هؤلاء، سراويل ضيقة ممزقة الأفخاذ ترسم العورة ذات الخصر النازل من الوراء. سبحان الله، بعد أن كان الثوب الممزق علامة على الفقر والحرمان أصبح يباع اليوم بين الثياب وبأغلى الأثمان. وبعد أن كان كشف العورة دليل وعلامة من علامات الجاهلية صار اليوم تقدما ومدنية وحضارية. الموضة أصبحت فوضى، والأعجب من هذا أن منهم من يلبس السلاسل والأساور، بل منهم من ينافس النساء على مستحضرات التجميل وخلطات تنعيم الشعر. ألم تعلم يا عبد الله أن في هذا تشبه بالنساء، والمتشبه بالنساء ملعون، والذي لعنه ليس أنا وإنما لعنه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. أصبحنا والله في زمان نغض البصر عن كثير من الذكور، أصبح غض البصر عن كثير من الذكور واجبا شرعيا. كنا نغض أبصارنا عن النساء فأصبحنا والله نغض أبصارنا عن بعض المسترجلين، وللأسف. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر فلن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة والخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله. اتقوا الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رعاكم الله أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أما بعد عباد الله، كثيرا ما نسمع الخطباء يتكلمون عن حياء المرأة، ولكننا قليلا ما نسمع عمن يتحدث عن حياء الرجل. فكما أن النساء يجب عليهن أن يتحلين بالحياء، فهذا الخلق ليس حكرا على النساء فقط، وإنما بل والله يجب أن يكون للرجال منه نصيبا كبيرا لسببين. السبب الأول لأن العلاقة طردية بين حياء الرجال وحياء النساء، فكلما ازداد حياء الرجال ازداد حياء النساء، والعكس صحيح. والسبب الثاني عباد الله، لأننا أصبحنا في مجتمع وفي زمان يجرد الرجل من صفة الحياء ويعتبرون ذلك عيبا ونقصا في حقه كونه رجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه والله أكذوبة كبيرة، بل أصبح كثير من الرجال يتفاخرون بقلة الحياء ويعتبر ذلك من الصفات الحسنة في حقه كونه رجل. وألا فليعلم الجميع أن أرجل الرجال وسيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم كان أحيا الناس، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فالإسلام جعل خلق الحياء للرجال والنساء. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما برجل وهو يعاتب أخاه وكأنه يعيره بحيائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. عباد الله، في الخطبة الماضية بكينا على قلة حياء النساء، فتعالوا بنا اليوم نبكي على قلة الحياء عند الرجال، إلا من رحم الله. فمن رأى حال الشباب والرجال اليوم مع الحياء يجد العجب والله. انظر إلى تلك البناطيل الممزقة التي نزع منها الحياء، انظر إلى ذلك الشرط القصير الذي نزع منه الحياء، انظر إلى تلك الرقاب التي امتلأت بالسلاسل، انظر إلى تلك الأيادي التي امتلأت بالأساور. ثم ثم من زمن بكينا فيه على تبرج النساء وإذا بالرجال قد تبرجوا. فلو قلبت أصابعك في مواقع التواصل الاجتماعي أو مشيت في بعض الطرقات والأسواق والمنتزهات والحدائق وخاصة في الأعياد والمناسبات، ستجد أصنافا كثيرة من هؤلاء، سراويل ضيقة ممزقة الأفخاذ ترسم العورة ذات الخصر النازل من الوراء. سبحان الله، بعد أن كان الثوب الممزق علامة على الفقر والحرمان، أصبح يباع اليوم بين الثياب وبأغلى الأثمان. وبعد أن كان كشف العورة دليل وعلامة من علامات الجاهلية، صار اليوم تقدما ومدنية وحضارية. الموضة أصبحت فوضى، والأعجب من هذا أن منهم من يلبس السلاسل والأساور، بل منهم من ينافس النساء على مستحضرات التجميل وخلطات تنعيم الشعر. ألم تعلم يا عبد الله أن في هذا تشبه بالنساء، والمتشبه بالنساء ملعون، والذي لعنه ليس أنا وإنما لعنه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله لعن الله لعن الله
متشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. أصبحنا والله في زمان نغض البصر عن كثير من الذكور، أصبح غض البصر عن كثير من الذكور واجبا شرعيا. كنا نغض أبصارنا عن النساء، فأصبحنا والله نغض أبصارنا عن بعض المسترجلين وللأسف. وأنا والله أقول لذلك الشاب كيف ترضى لنفسك؟ كيف ترضى لرجولتك؟ كيف ترضى لشهامتك أن تتمشى في الأسواق والشوارع بين النساء وأمام النساء وأمام البنات، وأنت ترتدي ذلك الشرط القصير الذي والله منه ما يصل إلى فوق الركبة، بل والله منه ما يصل إلى نصف الفخذ. ألم تتعلم؟ ألم تدرس في المدرسة حدود عورة الرجل؟ ألم تعلم أن الفخذ عورة؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد كشف عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك، غط فخذك فإن الفخذ عورة. أقول لأولئك الشباب الذين لا يستحون أن يمشون أمام النساء والبنات وقد كشف كل واحد منهم عن فخذيه، أقول له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. عباد الله، ومن قلة الحياء أيضا عند كثير من الشباب اليوم تلك الحلاقات التي نزع منها الحياء. أصبح الشباب اليوم يتفننون بحلاقات القزع والمحرمة، ومثل هذه الحلاقات إما أن تكون تشبها بالحيوانات وإما أن تكون تشبها بالكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلاقات والله يستحي المؤمن الفطن اللبيب العاقل أن يحلقها. انظروا إلى رؤوس أبنائنا وشبابنا اليوم، وأنا والله أستغرب كيف يرضى ذلك الشاب لنفسه أن يحلق مثل تلك الحلاقات، وكيف يرضى ولي أمره، وكيف يرضى كثير من أولياء الأمور وهو ينظر إلى حلاقة ابنه، كيف يرضى لابنه تلك الحلاقة. وأذكر عباد الله أيها الآباء والإخوة أنني جلست يوما مع مغسل للأموات في مستشفى ابن سينا، وسمعت هذه القصة والله العظيم بأم أذني من ذلكم المغسل. قال لي: جاء لي يوم من الأيام بشاب من الشباب حتى أغسله، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن موت الشباب الآن أصبح كثيرا كثيرا كثيرا. قال لي: جاء لي بشاب حتى أغسله، دخلت المغسلة كشفت الغطاء عن وجهه حتى أبدأ في الغسيل، فلفت انتباهي أن رأسه كان يحلق حلاقة والله العظيم تستحي العين أن تنظر إليها. قال: فقلت في نفسي: لا شأن لي به، يحلق ما يحلق لا شأن لي به. قال: بدأت بالغسيل، وبينما أنا أغسله وإذا بباب المغسلة يطرق، فتحت المغسلة وإذا به والد هذا الشاب. ماذا تريد؟ خير إن شاء الله. قال لي: أسألك بالله يا مغسل، خلصت الغسيل ولا عادك؟ قال: لا. قال: يا مغسل أسألك بالله خذ هذا. تتوقعون ماذا أعطى لذلكم المغسل؟ أعطى لذلكم المغسل ماكينة حلاقة. قال له: يا مغسل أسألك بالله خذ هذه الماكينة، احلق لولدي، والله ما أرضى، والله ما أرضى لولدي أن يقابل الله وهو بهذه الحلاقة، والله ما أرضى أن يقابل ولد الله وهو بهذه الحلاقة. قال: نظرت في وجهي حتى أعطيه درسا لن ينساه أبدا في حياته. قلت له: والله ما دام أنك رضيت له في الدنيا فرضى له أن يقابل الله بهذه الحلاقة. يقول المغسل: والله ما حلقت، والله ما حلقت.
أسألك بالله أيها الشاب، هل ترضى أن تقابل الله وأنت بهذه الحلاقة؟ نعم عباد الله. ومن قلة الحياء عند كثير من الشباب والرجال اليوم إلا من رحم الله، تراه قد مرض قلبه، فتراه يجلس ويتسكع في الشوارع والطرقات والأسواق، وليس له هدف إلا أن ينظر إلى نساء الناس، ليس له هدف إلا أن ينظر إلى أعراض المسلمين، ليس له هدف إلا أن ينظر إلى النساء وإلى عورات النساء، بلا حياء وبلا خجل، لا من الله ولا من عباد الله. كلكم يرى هذه الأشكال، كلكم يرى هؤلاء في المنتزهات والشوارع. قلة حياء، والله ما بعدها قلة حياء. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، ومن قلة الحياء أيضا عباد الله عند كثير من الشباب والرجال ما نراه وما ترونه أنتم بأم أعينكم في الأعراس من إقامة للسهرات الغنائية الصاخبة والمزعجة إلى الساعات المتأخرة من الليل دون خجل ولا حياء، لا من الله ولا من عباد الله. فكم من مريض قد تأذى، كم من مريض والله قد تأذى بسبب تلكم السهرات المتأخرة إلى آخر الليل. كم والله من كبير سن أراد أن ينام فوالله ما استطاع. كم من طفل ظل باكيا إلى آخر الليل. هم يقيمون تلكم السهرات الغنائية على حساب الجيران، على حساب الجيران، على حساب الكبير، على حساب المريض، على حساب الصغير. والله كم من الدعوات التي ستسري في آخر الليل، كم من الدعوات التي ستسري في آخر الليل عليك يا من أقمت تلكم السهرات إلى الساعات المتأخرة من الليل. هناك أماكن خارج الوحدات السكنية، هناك قاعات للإيجار. استأجر مكانا بعيدا عن أنظار الناس، بعيدا عن المناطق السكنية والوحدات السكنية. ومنهم من يقول أن هذه القاعات بالإيجار وأنا ليس لي قدرة على أن أتحمل إيجار هذه القاعات. نعم، ليس عنده القدرة على أن يتحمل إيجار هذه القاعات، لكنه عنده القدرة أن يتحمل آثام كل من حضر تلك السهرة. ليس عنده القدرة على أن يتحمل إيجار تلكم القاعات، لكنه عنده القدرة على أن يتحمل كل الدعوات التي ستدعو عليه في آخر الليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل فترة ليست ببعيدة أقامت الجهات الأمنية والرسمية بهذه المحافظة شرطا لإقامة مثل هذه السهرات الغنائية، ومن هذه الشروط أنه لا تتأخر هذه السهرات إلى الساعة 12 ليلا أو الساعة 1، ولكنه للأسف صار كلاما على ورق وحبرا على ورق. فنرجو من الجهات الأمنية والمختصة بهذه البلاد أن تعيد النظر مرة أخرى إلى مثل هذه السهرات المزعجة التي أصبحت والله مصدر إزعاج، مصدر قلق عند كثير من الناس. عباد الله، ومن قلة الحياء أيضا عباد الله في هذه السهرات الغنائية أن يتراقص الرجال ويتراقص الشباب كالنساء يتمايلون في مشهد نزع منه الحياء. فوالله لقد رأيت مقطعا لرجل قد كبر سنه، رق عظمه، شاب شعره، ابيضت لحيته،
رأيته قد قام وقد ربط على خصره بعمامة وقام يتمايل كالنساء ويرقص كالنساء. لم يحترم كبر سنه ولم يحترم بياض لحيته وشعره. لماذا؟ لأننا في زمن نزع منه الحياء وأمثاله كثر. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء الذين يتراقصون بساعات طويلة هم من يأتون إلينا اليوم في المساجد ويقول: والله العظيم اليوم طولت في الصلاة. هؤلاء هم. وإذا رأيته يتراقص بالساعات الطوال لا يتعب، لا يمل، لا يكل، لكن الصلاة أصبحت ثقيلة في قلوب كثير إلا من رحم الله. نعم عباد الله، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، فلا ننكر ذلك أبدا. عباد الله، ومن قلة الحياء في زماننا اليوم أيضا ما نراه أيضا في هذه السهرات الغنائية من رقص للرجال مع النساء في مشهد انتزع منه الحياء من الرجال وانتزعت منها الحشمة والعفة من النساء. كلكم يعلم أن في بعض السهرات الغنائية وللأسف التي تقوم على مزامير الشيطان تجدهم يأتون بل ويستأجرون بالمال نساء ليرقصن مع الرجال وأمام الرجال، بل منهم من يمسك بيد هذه المرأة حتى يرقص معها، وكلكم قد رأى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس يده امرأة لا تحل له. ثم تجد بعضهم يبرر نفسه يقول لك أحدهم: هذه هي العادات والتقاليد، هذه هي العادات والتقاليد. إن كانت هي هذه العادات والتقاليد أفا لهذه العادات، قبح الله هذه العادات والتقاليد، قبحها الله من عادات. عباد الله، لابد أن تعلموا أن العادات والتقاليد لا تجري ولا تقوم على حساب الدين. العادات والتقاليد لا تقوم على حساب الدين. بالله عليكم، إذا تعارضت العادات والتقاليد مع الدين هل نقدم العادات على الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بل منهم من يقول لك هذه العبارات آباءنا وأجدادنا عاشوا عليها وفعلوها وعملوا بهذه. وقولهم هذا هو ما يشبه قول الكفار حين قالوا للرسل: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وإنا على آثارهم مقتدون. نفس العبارة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وإنا على آثارهم مقتدون. بل منهم من يبرر لك أيضا ويقول لك: هؤلاء نساء اللاتي يرقصن مثل ما يقال من العبيد الذين لا طعم لهم ولا رائحة ولا لون، وإن كانت كذلك فهي تظل امرأة مسلمة لا تحل لك، وإن كانت قبيحة فهي امرأة مسلمة لا تحل لك، فحرمتها كحرمة غيرها. بالله عليكم، هل جاء الإسلام ليحفظ لنا وليصون لنا النساء الجميلات فقط؟ لا والله، وإنما جاء الإسلام ليحفظ وليصون المرأة المسلمة قبيحة جميلة وغيرها. نعم عباد الله، وأنا أعلم أن منكم وبعضكم وبعضهم من سيقول أنك متشدد. الدين يسر وليس عسر، الدين يسر وليس عسر. هذه الشماعة التي اتخذها اليوم الناس
كلما قلت لفلان حرام لا يجوز قال لك الدين يسر وليس عسر. نعم، نحن لا ننكر أن الدين يسر وليس عسر. الدين يسر وليس عسر في الواجبات والفرائض. إذا لم تستطع أن تصلي قائما فلك أن تصلي قاعدا، وإذا لم تستطع أن تصلي قاعدا فلك أن تصلي مضطجعا في الفرائض والواجبات. أما الدين يسر وليس عسر، ليس على حساب الحرام. لا تدلسون ولا تخلطون، لا تخلطون الحابل بالنابل، لا تدلسون على الناس دينهم، لا تدلسون على الناس عباداتهم. الدين يسر وليس عسر في الواجبات والفرائض. أما على حساب الحرام لا. فلو أن الدين يسر وليس عسر في الحرام لما أقيمت الحدود. حد السارق القطع، وحد الزاني المتزوج الرجم حتى الموت. أين الدين يسر وليس عسر؟ وحد الزاني الغير متزوج الجلد 100 جلدة، وحد القاتل القصاص، لأنه حرام، وقع في حرام. فالحرام ليس فيه الدين يسر وليس عسر، نحن لا ننكر ذلك. فنرجو أيها الإخوة وأيها الآباء أن تأخذوا هذه النصائح بعين الاعتبار. إن الله لا يستحي من الحق، قلتها والله كلمة حق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون تدليس، بدون مجاملة، بدون مراعاة. فالدين لا يجامل أحد، الدين لا يجامل أحد. لو أن الدين يجامل أحد لجامل محمد صلى الله عليه وسلم في عمه وأهله، لكن الدين ليس فيه مجاملة. فالخلاصة عباد الله، الله الله في الحياة. الحياء الحياء يا أمة الحياء، الحياء الحياء يا أمة الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، واعلموا أنه ما غاب الحياء من أمة، وما نزع الحياء من أمة من الأمم إلا كان نذير شؤم وناقوس شر على هذه الأمة. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك مولاه.